اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم يا امارات، عاملين ايه؟ عندي ربع كيلو كبده. هنعمل النهارده كبده الاسكندراني بربع كيلو. هنضاعف الكميه بحاجه بسيطه. هخليكي لو ما بتعرفيش تعملي الكبده الاسكندراني هتعمليها، مش هتاخد منك اي وقت. جبت توم، فرمت توم 7 فصوص توم، نزلت عليه بالملح، الكزبره الناشفه، نطرة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة كمون، خل، عصرة ليمونة كاملة، وبنشيل البذر بتاعها. وهنقلب التتبيلة كلها في بعضها بالخل بالليمون بالتوابل والملح والثوم. والكبدة طبعا عندنا نقعاها، كنت حطاها في مصفى، بشطفها شطفة يا بنات، علشان طبعا دي بيمسكها ودي بيمسكها غلط يعني وكده، فلازم نشطفها شطفة. في ناس ما بتشطفهاش، بتجيبها من عند الجزار تعملها على طول، لا انا بشطفها شطفة وبحطها في مصفى. احط عليها ليمونه، اعصر عليها ليمونه واحط عليها نقطه خل، بتنزل الدم بقى. بس بنحط تحتها طبق علشان الدم وكده اللي ينزل في الطبق. هنا عصرت الليمونه، هقلبها تقليبه حلوه، نشيل بس البذر بتاع الليمون بردك علشان ما يمررش الكبده معانا. وكنت قطعت ربع كيلو فلفل، هنحط على ربع الكبده ربع فلفل، مش كتير ولا حاجه يا بنات. هو اصلا الفلفل لما بيدبل في الاخر ما بيبانش اصلا ان انت حاطه ربع كيلو ربع فلفل ولا حاجه. في ناس بتحط عليها بصل، في ناس بتحط عليها طماطم، دي مش الكبده الاسكندراني. الكبده الاسكندراني متحطش عليها بصل ولا بحط عليها طماطم. انا ساعات بعملها كده بطماطم وبصل وفلفل وتوم وكده، بس دي الكبده بتتعمل لنوع تاني يعني. هنا هنزل بالكبده، كنت مصفياها، شوفي لونها عامل ازاي، متغير لان انا حاطه ليمون وخل، فبتنزل الدم بتاعها. وتحطها في مصفى، ما ننقعهاش في ميه علشان معناها وكده ما يروحش. احنا بنشطفها شطفه بس للامان يعني وكده والنظافه. هنا بقى حطيت التتبيله على الكبده بالمعلقه، بشرب الكبده من التتبيله ونسيبها شويه ربع ساعه وكده تتشرب من التتبيله. كل ما تسيبيها بتكون احلى. هنجيب طاسه نحطها على النار ما تسخن، وهنحط فيها المادة الدهنية. عندك سمنة، عندك زبدة، عندك زيت، ممكن تحطي زبدة وزيت، ممكن تحطي زيت، ممكن تحطي سمنة وزيت. انا حطيت زيت عشان تكون خفيفة وكده. ونزلت بالكبدة لغاية ما خدت لون، تاخد لون، ونقلبها بالمعلقة على الوجه التاني، يعني ما نقلبهاش ما نحطهاش، ونقلبها على طول علشان بتنزل مية وكده. هنا حطيت اول ما غيرت اللون بتاعها هننزل بالربع كيلو فلفل ونقلبه ونشوحه كده مع الكبده بالتتبيله بتاعتها. ونسيب الكبده بقى شويه كده على النار، مش هنسيبها لغايه ما تتحرق ولا حاجه، لغايه ما الشكل بتاعها النهائي كده معانا. كنت نزلت قبلها جبت عيش طويل من المخبز وكده، فبفتحه بالمقص. الطريقه دي سهله جدا يا بنات، انا بفتحه بالمقص، ما بفتحوش بالسكينه عشان ما يتهرش معانا. المقص سهل جدا يعني. هنا بفتحه بالمقص واحط الكبده، بس الصراحه جيت ادور ما لقيتش عندي طحينه ولا كده احطها على الكبده، بتكون حلوه برضو بالطحينه، بس ما عندناش طحينه، ما نوقفش نفسنا وكده، الكبده بتاكل نفسها. حط بقى حته مخلل بقى جنبها، عندك شويه عصير، شويه كاكولا الموجوده عندك، ما عندكيش كاكولا نطلع اي حاجه من التفريزات اللي احنا بنفرزها ونعمل شويه عصير. ما عندكيش سكر وما عندكيش عصير، حطي حته مخلل والسندوتشات وحاجه سخنه، ونمشي نفسنا يا بنات واليوم بيعدي. حاجه بسيطه، من ربع كيلو كبده عملنا نص كيلو والله، وكفى معايا 10 سندوتشات، وفات حته صغيره كمان تعمل سندوتش كمان، يعني 11 سندوتش من ربع كيلو فلفل، من ربع كيلو كبده. هنا والسندوتش مليان يعني مش ناقص ولا حاجه. هنا اهو بملاه، اوريكم دي الشكل النهائي بتاع الساندوتش.
انت ممكن عندي ان عندك عيش بلدي عادي، ان ما كانش عندي عيش انا ساعات بعمله بالعيش المدور بتاعنا بتاع الفرن عادي برضو، ما وقفش نفسي، بس العيش كان خلصان وكده فجبت عيش طويل، انا كنت هشتري عيش مدور فجبت عيش طويل. هنا الغدوة بتاعتنا سهلة وبسيطة، من ربع كيلو كبدة هتعملي الغدوة وتفرحي العيال وكده. ولازم يا بنات نمشي امورنا يوم كده ويوم كده، مش طول الاسبوع فراخ ولا لحمة. يعني ممكن نعملها مرة في الاسبوع ونعمل بقى بكليات، يعني يعني مرة كشري مصري، مرة كشري، مرة لوبيا، مرة كشري اصفر، مرة مكرونة وبطاطس وبرنجان وبيض. نمشي امورنا كده عشان الحياة تمشي، لان الحياة عادت غالية ونمشي على قد ظروفنا. وهنا واحنا واقفين كده ما ننساش نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. هنا كنت جايبه ب5 جنيه مخلل، حطيت المخلل كده في الطبق وسندوتشات الكبده، وخدت كام قرن كده مخلل من المخلل، قرن شطيطه من المخلل، وقمت حطيته على السندوتشات كده. نحاول اللي احنا برضو نعمل كده شكل كده عشان العيال وكده، لان العين هي بتاكل قبل البق. هنا بقى كده السندوتشات الشكل النهائي، ويا رب الفيديو يكون عاجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.